وأهلا بيكم النهاردة وحلقة جديدة من حلقات كورس أسرار السعادة الزوجية. النهاردة زي ما وعدتكم هنتكلم على حلقة مهمة جدا، وهي بعنوان إزاي تعالجي مشكلتك الزوجية جوه بيتك وتحليها ويكون ليكي السيطرة على أي مشكلة وأي خلاف بينك وبين زوجك وبنفسك. إزاي مشكلتك ما تطلعش بره بيتك وتتفاقم وتكبر وحد تاني يتدخل فيها. إزاي تحلي مشكلتك جوه بيتك وبنفسك. إزاي كمان تديري المشكلة بشكل صحيح، بحيث إن بعد انتهاء المشكلة ما يحصلش خلاف أو شرخ في العلاقة بينِك وبين زوجِك. إحنا مش عايزين أي مشاكل تحصل بعد المشكلة ما تنتهي. كل ده هنتكلم فيه في حلقة النهارده بإذن الله. حلقتنا النهارده قوية ومهمة، اسمعيها لآخر لحظة فيها عشان فعلًا هي مهمة. كمان اللي لسه ما اشتركش معانا يا ريت ينورنا بالاشتراك وsubscribe وتعليق على الكل. طبعًا كل الناس اللي متابعانا وكل اللايكات الجميلة وكل الاشتراكات الجديدة أهلًا بيكم في قناتنا وفي قناتكم. لسعادة زوجية وسعادة حياتية، وإن إحنا نعيش حياتنا بجودة، وده الهدف من قناتنا. دلوقتي هنتكلم مع بعض على مختصر اللي إحنا خدناه الفترة اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت. يا ريت حتى اللي ما حضرهاش يا ريت فعلًا يحضرها ويشوفها بالتسلسل، هتفرق جدًا معاه في فهم الحلقات اللي إحنا بنتكلم فيها فيما بعد. في اللي فات خدنا إيه هو سر الاختلاف بين الرجل والمرأة، وليه في خلاف وفي اختلاف بين الرجل والمرأة. خدنا كمان إيه هي الصفات السلبية اللي المفروض ما تكونش في أي زوجة عن طريق معهد جالوب للإحصاء، وشُفنا بالإحصائيات اللي على 1000 زوج النتايج بتبقى إيه، وإيه هي الصفات الوحشة اللي فعلًا المفروض ما تكونش في أي زوجة حابة إنها تعيش حياة زوجية سعيدة، وإيه على النقيض إيه هي الصفات الجميلة المفروض تتوافر في كل زوجة. وخدنا كمان الخلافات الزوجية بتيجي منين، عن طريق نظرية صامويل كيلينج وزوجته إستر كيلينج. وخدنا كمان فن وشياكة الطلب، الزوجة إزاي تطلب من زوجها الطلب بشياكة وبفن، وإيه هو اتيكيت الطلب من الزوج. وخدنا الخطوات اللي لمّا نيجي نطلب طلب نطلبه بيها عن طريقها الطلب ده بيتحقق بإذن الله. النهارده بقى يالّا نبدأ حلقتنا، ويالّا نتكلم إزاي نحل مع بعض أي مشكلة وأي خلاف يحصل ما بيننا وما بين أزواجنا. في البداية، هو وجود خلاف هو أمر طبيعي وصحّي، والّا ده أمر بيشير على إن العلاقة الزوجية دي مش صحيحة ومش سليمة ومش ماشية في اتجاه صح، والأفضل إن الناس دُولة ينفصلوا وخلاص؟ تعالوا كده هادّيكم مثال صغير وأنتم هتفهموا وهتردوا بنفسكم على السؤال ده. هو وإحنا صغيرين علاقتنا بإخواتنا كانت عاملة إزاي؟ ودلوقتي ولادنا مع بعض عاملة إزاي؟ كلنا كنا بيحصل خلاف وبعدين صلح وبعدين خلاف تاني وصلح ورضا ولعب وهزار وخلاف تاني وهكذا، صح؟ العلاقة بين أي اتنين سواء هم اخوات سواء هم متزوجين، أي علاقة بين شخصين بتمُر بالمراحل دي، بتمُر شوية خِصام، شوية صلح، شوية هزار، شوية لعب، شوية ضحك، شوية حزن، شوية وهكذا. هي الحياة كده متغيّرة. فلو أنتم متخيلين إن الحياة الزوجية دي حاجة قمة من الرومانسية وعايشين على جزيرة منعزلة عن العالم والكون، فتبقوا غلطانين. الحياة مليانة من الضغوطات والصعوبات والتحديات اللي بتخلّي الأزواج يبقى في نقاط خلافية فعلًا، بالإضافة للي إحنا حكيناه قبل كده بالنواحي التشريعية إن إحنا مُخ المرأة مختلف عن مُخ الرجل، وبالتالي تفكيرنا وردود أفعالنا مختلفة على نفس الموقف. فالطبيعي جدًا إن إحنا أصلًا يحصل ما بيننا اختلاف. بس اللي مش طبيعي إن الاختلاف يوصّلنا للخلاف. يبقى أنا عايزة أعمل basic أساسي في حياتي إن أنا علاقتي بزوجي أساسها إن أنا ممكن نختلف، لكن مش نوصل للخلاف، مش نوصل للمشاكل. طيب افرضي إحنا وصلنا، طيب وصلنا خلاص، في أساسيات وخطوات نعملها لمّا تحصل مشكلة ويحصل خلاف ما بيني وبين زوجي. إيه هي أهم حاجتين؟ عامل نفسي وعامل ديني، أو شِق نفسي وشِق ديني. تعالوا نشوف الشِق الديني الأول. الشِق الديني بيقول لمّا يحصل خلاف بيني وبين زوجي، أول حاجة هافكّر فيها وأول حاجة أجري عليها هو مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. هادعي ربنا، إن ربنا يقالب بين قلبي وقلب زوجي، إن ربنا يجمّلني في عين زوجي، إن ربنا يحل المشكلة اللي حصلت بيني وبين زوجي. يبقى أنا بالجأ لربنا بالدعاء. صح، اللهم قالب بين زوجي، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ما فسده الآخرون ما بيننا، وتدعي لزوجِك بالهداية وبالخير وبصلاح الحال ولنفسِك. طيب يبقى ده أول حاجة في الشِق الديني هو الدعاء. طيب تاني حاجة ممكن أعملها إيه؟ إن أنا أجدد النية.
ساعات يا جماعة إحنا بنقوم ونعمل روتين حياتنا من غير ما ناخد بالنا إن إحنا ما جددناش نيتنا في اليوم، وده بيضيّع علينا حسنات كتير، وبيوقّعنا في مشاكل كتير. طب والحل إيه؟ أنتِ متخيلة إنِّك ممكن تعيشي حياتِك كلها وأنتِ ما تاجرتيش مع ربنا، ما جددتيش نيتِك في الحاجة الواحدة، كذا كذا نية زي ما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيعملوا كده، كان العمل الواحد قبل ما يعملوه يجددوا له الكثير من النوايا، يقعد بقى يقول بنية كذا ونية كذا ونية كذا ونية كذا، فاهمينّي؟ طيب أنتِ قايمة بتتجمّلي لزوجِك، بتوضّبي بيتِك وتعملي له لمسات جميلة وشياكة كده وتبقي مهندمة في نَفْسِك، مهندمة في بيتِك، طباخة ماهرة وتجيبي أحلى الأكلات وأحلى الوصفات والحلويات والتعب اللي أنتِ بتتعبيه ده كُلّه والمجهود اللي أنتِ بتعمليه ده كُلّه، هل أنتِ بقى بتجدّدي نيتِك فيه؟ النية مهمة أوي. ربنا يا جماعة ما يكونش مش بيكون في حاجة إلا ويحصل فيها البركة، يحصل فيها التيسير، يحصل فيها الراحة والهدوء والسكينة. ربنا سبحانه وتعالى أول ما أنتِ تجددي نيتِك إن الحاجة دي العمل ده بتعمليه لوجه الله، شوفي تيسير الأمور بقى بعد كده، إن شاء الله تلاقي أمورِك الحمد لله متيسرة ماشية بتدبير ربنا، لإن ربنا شَهَد عليكِ. طيب النية دي خدوا بالكم النية 3 مراحل، النية قبل ما تعملي الحاجة، والنية وأنتِ بتعملي العمل نفسه، وتالت حاجة وأنتِ خلاص أنهيتِ العمل ده وأتمّتيه، وفي كل مرّة من المرّات يا رب أنا باعمل العمل ده خالص لوجهك الكريم، أنا باهتم بزوجي آآ خالص لوجهك الكريم، إني أساعده وابدئي بقى عدّدي النوايا، أنا باساعده إن هو يغض بصره، أنا باساعده إن هو يستشعر ويفهم ويحس قد إيه نعمة ربنا في إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الزواج ده، وخلق إن إحنا بقت سُنّة كونية إن يبقى في زواج. مش نمشي ورا الناس اللي بيقعدوا يقولوا الزواج ده حاجة سيئة وحاجة وحشة واجري ما بلاش تتجوّز ولا، لا، لأ، الزواج ده تعاسة ومقبرة ومقبرة الحب والكلام الهابط ده كُلّه يخالف الشرع ويخالف الدين وده مش صح. الزواج علاقة فيها من الوِد والحب والرحمة والتودُّد والحنيّة اللي بين الزوجين والمعاملة الراقية دي كُلّها بتشعرهم ب ليه ربنا خلق الزواج. مش هتوصل لها إلا لمّا تكون في حالة يعني أنت متزوج بالفعل، لكن ما تاخدش التجارب السيئة وتعممها بقى وتقول لك هو ده لا، لا، لا الجواز وِحِش ومقبرة الحب والكلام الأهبل ده كله، لأ عيب، عيب وشرعًا ده بيخالف الشرع، لكن الزواج ما هو إلا مودة ورحمة وزواج بين زوجين وقلبين وروحين بيتزوجوا وبيعيشوا حياتهم وينجبوا ويعمّروا الكون، فإن إحنا نحط الزواج في خانة ومربع إن الزواج ده مقبرة الحب وإن العلاقة الزوجية دي أسوأ علاقة حصلت أنتم بتفكّروا إزاي يا جماعة اللي بيقول كده يعني بيفكّر كده إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى ما وضعش حاجة لينا إلا وهي فيها أكيد مصلحة وخير لينا. فتعالوا بقى نرجع تاني لموضوع تجديد النية، طَب أنا جددت نيتي إن أنا أسعد زوجي، هاساعده على غض البصر، هاساعده إن هو يستشعر نعمة ربنا في وجود أو فرضية الزواج، أخلّيه يحس قد إيه بيته ده بيت هادي، بيت سعيد، بيت بيتسم بالهدوء وبالراحة وبالسكينة، وإن هو المَوَدّة، وهو ده المكان اللي هو يلجأ ليه بقى بعد تعب اليوم وشقاء الحياة بتاعته والنغصات بتاعة اليوم ده كلّه، إن هو يستشعر إن هو رايح الملاذ بتاعه، المكان اللي هيجد فيه راحته وهدوء الأعصاب وناس بتحبه، أنتِ وأولادِك، كل ده نوايا عدّديها في الزواج. طب أنا إيه علاقة النية في موضوع الخلافات الزوجية؟ تعالي ناخدها بقى. النية لمّا أنتِ تنوي إن أنتِ بت ب ب تُري الله منِّك خير في المكان اللي ربنا حطِّك فيه، في المسؤولية اللي هي بتاعتِك أنتِ، أنتِ زوجة دلوقتي بقيتِ مسؤولة. كلامي النهارده هو على فكرة لكل للمتزوجات ولو عُمرها يوم في الزواج، يعني عُمر يوم، لسه متجوزة بقى لِك يوم. بقى لِك 2 بقى لِك 10 بقى لِك 20 سَنة، بقى لِك 30، 40، 50 أي عدد من أعداد سنين الزواج، ممكن تبدئي من اللحظة دي، أي حاجة طالما إحنا لسه بنتنفّس، لسه عايشين، خُدي وجدّدي نيّتِك من اللحظة اللي تعرفي فيها أي معلومة، وامشي عليها وابدئي نفّذيها، هتنسي شوية هترجعي تفتكري تاني وهكذا، يعني مجرّد ما إحنا بس بنذكّر بعض، إحنا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في الحياة عشان إحنا كمان نذكّر بعض. طب أنا جددت نيتي إن هابدأ أتعايش مع زوجي بشكل تاني، هابدأ آخد بالي إن أنا كل يوم وأنا قايمة الصبح كده أبدأ يومي ومهام يومي واللي فيها مشقة جسدية ليّا دي، آخد بقى نوايا،
لإن آخُد قصدي حسنات، عشان أنا عدّدت النوايا أبدأ آخُد حسنات على كل نيّة أنا جددتها. طيب حلو جدًا. ده هيفيدني في إيه بقى؟ في حل مشكلتي الزوجية. هيفيدِك إن كل ما بتعملي حاجة لله، فأنتِ لو زوجِك اتنرفز شوية في أثناء مشكلة والّا حاجة، أنتِ بتعدّي مواقف، بتعدّي أحداث ممكن لو أنتِ وقفتِ عند كل حاجة فيها ما هي لو هي مش لله، أنتِ هتُقفي عند كل حاجة. هتُقفي وهتعملي على كل كلمة هو بيقولها هتعملي عليها مشكلة تانية خالص بعيدة عن المشكلة الأساسية. طب ده الشِق الديني، إحنا قُلنا الدعاء وتجديد النيّة في العلاقة الزوجية عمومًا، إن أنا دايمًا مجددة علاقتي ونيّتي ودايمًا بادعي بصلاح حالي وصلاح حال زوجي وأولادي ونَفْسي. طب حلو جدًا. الجانب بقى النَفْسي، أعمل إيه؟ أعمل إيه لمّا تبقى حاصلة فعلًا بالفعل مشكلة؟ بدايةً يا جماعة وقت المشكلة في ذروة المشكلة إحنا بنبقى عصبيين، ممكن الزوج والزوجة عصبيين، أنا مش باقول لِك أنتِ حُطّي نَفْسِك في لوح تلج وتجمّدي كده في المشاعر وبحكمة كده لا، لا، لأ، يعني أنا فاهمة إن أكيد أي مشكلة بتحصل أمّا بتحصل مشكلة أكيد كل أطراف المشكلة ممكن يبقوا عصبيين ويغلطوا للأسف ممكن يغلطوا في بعض لدرجة إن هم يخرجوا برّه المشكلة الأساسية ويعملوا مشكلة جديدة بسبب غلطهم في بعض. طيب أُمّال الحل إيه؟ الحل إن أنا لو أقدر أأجّل وقت مناقشة المشكلة دي، أأجّلها، أأجّلها لغاية ما أنا أهدى وزوجي كمان يهدى. لمّا تتأجّل يوم والّا 2 والّا 3 طالما في إمكانية إن إحنا نأجّلها، طالما مش لازم وحتمًا ولابد إن إحنا ناخد القرار حالًا دلوقتي، طالما أقدر وفي ما يسمح لي إن أنا أقدر أغيّر بس من وقت المناقشة لوقت تاني، حلو جدًا، حلو جدًا على ما أنتِ تهدي وزوجِك يهدى، وفي الوقت ده تبدأوا تعرفوا لو أنتم بتتناقشوا خلاص وقت العصبية خلاص إحنا تجاوزناه وغيّرنا لوقت المناقشة بوقت تاني وجايين بقى نتناقش. في الوقت ده قنوات الاتصال ما بينكم هتكون مفتوحة أكتر إن أنتم تعرفوا تسمعوا بعض. لكن وقت الخلاف مش هتبقى في أي قناة اتصال ما بينكم أصلًا، هيبقى في تصادم، مش هيبقى في اتفاق ولا استماع لبعض، فيبقى لو إحنا عرفنا نأجل مناقشة المشكلة ممتاز جدًا، هنأجلها وبعد كده كل واحد فينا هيبدأ يتكلم. طيب إيه تاني خطوة إحنا أجلنا في حالة المشكلة لو هي في ذروتها؟ تاني حاجة التوضيح، تبدئي بقى توضحي وجهة نظرِك في الوقت المناسب أهوّة، تبدئي تقولي والله أنا شايفة المشكلة دي 1، 2، 3. إحساسي 1، 2، 3 طيب يبقى أجّلت، دي خطوة أولى من الشق النفسي أنا أجّلت، طيب أنا بعد كده وضّحت وجهة نظري، طب تالت حاجة أتعامل بمرونة، مرونة يعني إيه؟ يعني أسمع اللي قدّامي، أسمعه ده فن الاتصال يا جماعة، إن أنا أسمع اللي قدّامي بيقول لي إيه. وجهة نظره إيه؟ مش يمكن هو يعني شاف الموضوع من وجهة نظر معيّنة وأنا شايفاه من وجهة نظر تانية خالص، مش يمكن إحنا لمّا نقعد نتناقش بالراحة كده مع بعض، هنوصّل وجهات نظرنا لبعض أفضل، وبالتالي ممكن نكوّن فكرة تالتة خالص تجمع بين وجهة نظرِك ووجهة نظر زوجِك، وبالتالي تطلعوا باستفادة أكبر. في حالة إيه؟ في حالة إن إحنا تريثنا وخدنا الموضوع بالراحة. طيب والله لقيتِ إن زوجِك هو بيتكلم في اتجاه ومُصمِّم عليه وشايف إن هو وجهة نظره صح، من المرونة إن أنتِ عادي تتقبّلي وجهة نظره، لإن هو قبطان السفينة دي، هو رُبّان السفينة، هو اللي هيتحمّل تبعات الاختيار. خلاص أنا هو قائد البيت ده، فخلاص هو زي ما هو اختار أوكي ما فيش مشكلة، تمام، تمام وبرضا، يعني من جواكِ تكوني أنتِ راضية. فاكرين كلمة الإمام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب؟ هنا بقى تكمن المرونة في الحتّة دي، إن أنتِ يمكن تكوني أنتِ صح ماشي، بس كمان ممكن اللي قدّامِك يكون باصص للموضوع من وجهة نظر تُحترم هو كمان، يعني فمش كلّنا صحيح مش كلّنا عباقرة، ومش كلّنا سيئين التفكير، كل واحد فينا ممكن يجيب الحتّة المميزة في الموضوع يتكلّم فيها. طيب مين بقى اللي رأيه في الآخر هيمشي؟ هو زوجِك، ادّي له مطلق الحرية إن هو يكمّل، هو يدوس ويكمّل الموضوع بتاعه. والله فيما بعد إن بعد كده اقتنع بوجهة نظرِك ولقاكِ يعني عقلِك راجح كده في التفكير وبتعرفي تتكلّمي بالمنطق، تتكلّمي بهدوء، هيسمع لِك. لكن لو لقاكِ على طول مسيطرة، على طول ضاغطة عليه، على طول رأيِك هو اللي لازم يمشي، يعني ممكن جدًا بعد كده ما تلاقي موضوعات هو خَد فيها قرار بدون ما يرجع لِك خالص ولا يحكي لِك ولا يعني يبقى عندِك علم بالموضوع أصلًا. فلو أنتِ عايزة تشاركي زوجِك في كل حياتكم وكل موضوعاتكم وما يخبّيش عنِّك حاجة وده شِق مهم جدًا أو جزء مهم جدًا نتكلّم فيه برضه، إنِّك تكوني سَلِسة، تكوني مرنة، تسمعي منّه وتاخدي وتدّي معاه، وفي الآخر هو رأيه يمشي، رأيه يمشي ما فيش مشكلة.
لإن زي ما اتفقنا هو اللي هيتحمّل تبعات الأمر. والله لو جه في مرّة من المرّات حَس إن هو أخطأ في اتخاذ القرار ده، في المشكلة دي، في معالجة المشكلة ديّة يعني، وجه افتكر كان رأيِك مختلف عنه تمامًا، هيبدأ يدّيكِ نوع من أنواع الإيه، مساحة أكبر في إنِّك فعلًا تعبّري عن رأيِك ويبدأ يسمع لِك أكتر، ودي حاجة حلوة، حاجة حلوة في حقِّك، بس أنتِ وصلتِ لها إمتى؟ وصلتِ لها لمّا ادّيتِ له في البداية الإحساس إنِّك مرنة وإنِّك بتسمعي وإن رأيه هو اللي هيمشي، ما فيش أي مشكلة. في الوقت ده بيحس براحة وبسكينة وبهدوء إن هو يحكي معاكِ ويفضفض عادي جدًا. طيب إيه كمان؟ لغة الجسد، اوعي تستخدمي لغة جسدِك بشكل يطلّع فيه أو يعمل لِك شرخ في العلاقة مع زوجِك بسبب لغة جسدِك، بسبب نبرة صوتِك الحادة اللي ممكن تستخدميها في معالجة مشكلة، لأ طبعًا. بنت الناس، بنت الأصول، ما بتتكلمش بحدية، ما بتتكلمش بعصبية، ما بتتكلمش بصوت عالي، على قد ما أيوه أنا عارفة إن وقت الخلاف فعلًا بنبقى عصبيين، بنبقى ساعات مش مسيطرين على نفسنا، وده اللي وصّانا بيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الخلاف اتوضّي، وقت الخلاف روحي صلّي ركعتين لله، أهو إحنا هنرجع تاني للشِق الديني أهو، ادعي وأنتِ بتصلّي، ادعي ربنا يهوّن المشكلة ما بينكم، وربنا يألف ما بين قلوبكم. ربنا يصلح ذات بينكم ما بينك وبين زوجِك ويألف ما بين قلوبكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اقعدي اعملي وِرد على السبحة على إيديكِ إنِّك تعملي وِرد بنية شوفي النية رجعت معانا تاني إزاي، بنية صلاح الحال، بنية حل المشكلة الفلانية اللي بيني وبين زوجي. كل دي الأمور دي لو اتجمّعت مع بعضها هتكوّن لِك في النهاية إن مشكلتِك هتتحل. زي ما قُلت لِك لغة الجسد اوعي تستخدميها ضدِّك وقت الخلاف. آآ وشِّك وجسمِك كُلّه يبقى في اتجاه زوجِك، تتكلّمي معاه وتبُصّي له بسماحة وجه، مش بوِش مقلوب و111 ومكشّرة بتبُصّي له من فوق لتحت، عيب، يعني كل ده ما يصحّش، بنت الأصول ما بتعملش كده، بنت الأصول بتسمع زوجها. زوجات زمان لو رجعنا تاني زمان لأمهاتنا وجداتنا هنلاقيهم كانوا بيعملوا كده، كانوا بيسمعوا وبيتأنّوا ورأي الراجل بيمشي، رأي الزوج بيمشي، لإن هي في الأول والآخر تابعة لزوجها، هو رقم 1 في العلاقة وهي رقم 2 اللي بتكمّله، مش أقل منّه ولا حاجة، بس هو ربنا سبحانه وتعالى اللي وضع القوامة للرجل، وزوجته بتكمّله، بُصّوا بتسانده، بتساعده، لإنه عشان ما يُقعش هي بتسنده. يبقى علاقتِك بزوجِك اوعي نبرة صوتِك تحتد أثناء المشكلة، اوعي تزعّقي، اوعي لإن أنتِ في الأول والآخر أنتِ مراية لنفسِك، لأخلاقِك اللي أهلِك حطّوها فيكِ ولأهلِك نفسهم. فصوتِك لمّا يعلى، ألفاظِك لو تطرّقت كده وقُلتِ ألفاظ مش ظريفة أثناء الخلاف، أنتِ كده دخلتِ في خلاف تاني، أنتِ دخلتِ عملتِ شرخ بينِك وبين زوجِك في العلاقة، لازم تفهمي إن المشكلة هتعدّي، المشكلة هتنتهي، لكن اللي هيفضل أثرها. يا ترى أنتِ آآ دِرتِ المشكلة صح؟ يا ترى أنتِ اتعاملتِ مع زوجِك إن هو في الأول وفي الآخر ده زوجِك، المشكلة خلصت وهتخلص إن شاء الله زي ما غيرها خلص قبل كده ومَر في حياتِك، وزي ما مرِّت في حياة غيرِك، كل البيوت فيها مشاكل عادي جدًا، وإحنا قُلنا إن موضوع المشاكل والاختلافات والخلافات دي كلّها أمر طبيعي وعادية وصحية وعادية جدًا. لكن إن أنا بعد الخلاف ألاقي نفسي حصل شرخ في علاقتي مع زوجي، في نفسيتي، أذيته بكلمة أو هو أذاني بكلمة، حتى الكلام ده ممكن يبقى للزوج كمان مش للزوجة بس، ما هو ما ينفعش إحنا نأذي بعض بالكلام أثناء الخلاف، ما ينفعش، ما ينفعش إن إحنا نطلع بعد ما حصلت مشكلة أو خلاف واختلفنا فيه أو مشكلة واختلفنا فيها، إن إحنا نطلع إن إحنا جرّحنا بعض أو أذينا بعض بالكلام، المشكلة هتبقى عدّت وخلصت واتفضّل أثرها، هنتعالج بعد قد إيه ده؟ فيا ريت، يا ريت ناخد بالنا من ألفاظنا، من تون الصوت وعلوه وارتفاعه، إزاي صوتِك ما يبقاش حاد ولا في أي حدية، لأ حُطّي لنفسِك قاعدة أساسية، ده زوجي، الخلاف هيعدّي وهيفضل علاقتي بزوجي، الخلاف هينتهي ولازم علاقتي بزوجي ما تتشرخش، ما تبقاش فيها أي كسرة، ما يبقاش فيها أي أذى لا منّه ولا منّي. يبقى إحنا اتعاملنا مع أي مشكلة هتقابلنا واتفقنا إن إحنا هنتفق على شقين 2 هنتعامل معاهم مع أي مشكلة، أي مشكلة بتقابلك، وبإذن الله مش هتحتاجي فعلًا أي حد يتدخّل في حياتِك بعد إن شاء الله بعد حلقة النهارده دي. الشِق الأولاني هو شِق ديني، هتلتجئي لله عز وجل بالدعاء وبركعتين صلاة زي ما اتكلمنا وحكينا برضه،
بالاستغفار، بإن أنتِ تعملي وِرد كده أو ذِكر إن أنتِ بنية صلاح الحال ما بينِك وبين زوجِك، هتجددي نيتِك دايمًا في علاقتِك مع زوجِك، إن أنتِ تعملي كل حاجة بتعمليها في حياتِك الزوجية دي هي لوجه الله. ده الشِق الديني. طيب الشِق النفسي بقى اللي هاعمله، أول حاجة هأجّل مناقشة المشكلة في حالة إن أنا وهو عصبيين وفي ذروة المشكلة، أحاول أأجّل مناقشة المشكلة ديّة وأأجّل رأيي لوقت تاني. تاني حاجة أوضّح رأيي بمنتهى البساطة والسهولة واليسر، بس في الوقت التاني اللي إحنا اخترناه تكونوا أنتم الاتنين هاديين فيه. تالت حاجة إن هيكون عندي مرونة في إن أنا أسمع رأي اللي قدّامي وعادي ما فيش مشكلة إن ممكن يكون هو اللي رأيه صح، ما فيش أي مشكلة، أنا باعرض رأيي ورأي صاحب البيت ده ورأي صاحب الكيان ده كُلّه، ما فيش مشكلة إن هو اللي يمشي، عادي جدًا. خامس حاجة أو رابع حاجة يا ربي إن إحنا خدوا بالكم أوي من لغة الجسد، اوعي تستخدمي لغة جسدِك هي اللي تتسبب في مشكلة تانية خالص غير المشكلة الأولانية. لو أنتِ عرفتِ تتحكمي وتسيطري على لغة جسدِك، على صوتِك، على كل لغة جسدِك ونبرة صوتِك وألفاظِك والكلام ده كله، في الآخر أنتِ هتلاقي نفسِك إن شاء الله بإذن الله مشكلتِك اتحلت، بدون ما تخرجي برّه بيتِك. دمتم يا رب بخير وسعادة واستقرار وأمان. أتمنى حلقة النهارده فعلًا تكون أفادتكم ولو بالقليل، وإن شاء الله اللي هيجرّب الطريقة اللي إحنا ماشيين بيها في كورس أسرار السعادة الزوجية، هيشوف تغيير كبير، تغيير جميل، تغيير جذري في حياته الزوجية مع زوجتك، وتغيير في حياتِك الزوجية مع زوجِك بفضل الله، ويا رب أتمنى لكم حياة زوجية سعيدة، مليئة بالفرح وبالاستقرار وبالسعادة والمودة والرحمة. استنونا في حلقة جميلة بقى جاية إن شاء الله، الحلقة اللي جاية هنتكلم على etiquette بقى وفن التعامل مع الزوج. استنونا في الحلقة اللي جاية، ودمتم بخير وسعادة، واشوفكم على خير. مع السلامة.